يا صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركة وسعادة. طول ما ربنا معانا مش هنخاف ولا هنيأس ابدا. وخلي دايما الدعاء دوت على لسانكم. يا رب اللهم لا تخيرني، اللهم اختار لي، اعطني الايام الحلوة، البال المرتاح، القلب المطمن، والحياة المليانة بالهدوء والسكينة. اللهم امين، قولوا امين. الفيديو النهاردة هيعجبكم ان شاء الله، هيعجبكم علشان هو بسيط جدا زي الورد اللي قدامكم. حاجات بسيطة بنعملها كل يوم في حياتنا، بس بتدي يعني لمسة جمالية كده في المكان. حبة روتين، حبة تغيير، تنظيف، ترويق، حاجات بسيطة كده. خلاص كلنا طبعا يعني بنبدأ يومنا بكده. وطبعا البركة في البكور، يعني كل ما تصحي بدري. طبعا اليومين دول يومين مدارس، كلنا بنصحى من بدري. ويعني الروتين بتاع كل يوم ان انت خلاص هتقومي، هتلبسي ولادك، هتوديهم المدرسة، هتشوفي بقى اللي وراكي من تنظيف، هتشوفي هتطبخي ايه، هتقعدي تفكري. في ناس بتبقى مرتبة من قبلها بيوم هتطبخ ايه وهتعمل ايه، عندها غسيل بكرة هتغسله ولا لأ. كل واحدة عارفة نظام بيتها وعارفة هي هتعمل ايه. فكل واحدة ممشية نفسها على نظام معين. فطبعا ما بين الصيف والشتاء بيبقى في حبة تغييرات. يعني اللي بتبقى مثلا غسلت سجادها، اللي لسه هتغسله، في ناس غسلت بطاطينها، في ناس لسه ما غسلتش البطاطين بتاعتها. انا على فكرة محتارة بالمكنة ديت من اول ما طلعت معاكم على القناة. طبعا كل مرة بتشوفوها في مكان معين، بس هو كده يعني محدش بيفضل على حاجة معينة. لازم ان انا كل شوية اغير واجدد. المكان ده مش عاجبني، انا حابة ان انا اوسع هنا شوية. الترابيزة واخدة مكان مثلا في الأوضة، فحبيت ان انا يعني اغير في المكان. في واحدة ممكن تقولي بس مكانها كده مش ظريف، كان ممكن تغيري المكان او ممكن تعينيها. طب انا لو محتاجة دلوقتي تيشيرت مثلا فك، اي حاجة اتقطعت لسه هطلعها. يعني لو انا مثلا عينها في الدولاب لسه هطلعها، تقيلة تقيلة يا بنات والله يعني. ما اقولكوش يعني هتبقى حاجة يعني رخمة. فانا سايباها ومش مشكلة. الواحد النظام اهم حاجة، انت تبقي منظمة وشايفة المكان قدامك نضيفه حلو. المكان ده بقى شكلها مش شكلها، المهم ان احنا بنستفيد من حاجة. كان عندي بقى غسيل عملته، دورة الغسيل اللي هي البيضة دي. انا ببقى بصراحة اليوم ده تقيل على قلبي. كان عندي حبة زهرة صغيرين لان الدور كان ابيض. انا طبعا مش بحط الابيض كله مع بعضه، وبحط بيجات وبحط حاجات فاتحة، فمش هينفع ان انا احط الزهرة في الغسالة، فبزهر بره وبكمل الدور بتاعي عادي خالص. واكيد في ناس كتير بتعمل كده. كان السلم عايز مسحة بسيطة كده لان ببقى بكنسه اول باول. عودي نفسك لو كنستيه يوم في الاسبوع اسفة، تيجي كل يوم تمسحيه عادي، هيبقى نضيف معاكي ومش هيتعبك زي ما انت تسيبيه التراب يتكوم عليه. خلاص انا بقى دخلت اكمل في المطبخ. اللانش بوكس طبعا لازم تغسليه كل يوم علشان ولادي الصبح يبقوا واخدينه نضيف. ف يعني الروتين بتاعنا كلنا العادي. كنت في اليوم ده عامله كشري مصري احنا بنحبه، وهسيب لكم الطريقه كامله ان شاء الله في صندوق الوصف. وهنعمله ان شاء الله برضو في حلقه جديده، وهنغير في حبه حاجات كده علشان الكشري ده في ناس كتير بتعشقه، وفي ناس اهم حاجه عندها تعمل الكشري المصري ده. يعني اهو برضو تغيير، وطبعا حيرة كلنا بنبقى محتارين مش عارفين احنا هنطبخ ايه كلنا. فربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا يا رب، ونبقى على طول في دماغنا ان احنا هنطبخ ايه على طول، لان دي بصراحة حيرة كل المصريين وكل الدول. لان بتوع المغرب هيزعلوا دايما يقولوا لي انت ما بتقوليش احنا بنطبخ ايه ومش عارفة ايه. والله انا يعني مش عندي خبرة قوي في اكلاتكم، مش يعني حتى مش كل الكلام عندكم ببقى فاهمة اللغة بتاعتكم. فهو يعني بحاول اتكلم معاكم كده على الماسنجر عشان خاطر افهم يعني حاجات بسيطة كده. وفي بنات الله يكرمهم بيترجموها لي. خلاص اهم حاجة عندي رشة المعطر دي، بحبها قوي. بحس ان انا نظفت، بحس ان انا خلاص خلصت اللي ورايا وارتحت، وعايزة اقعد بقى اشم روايح حلوة. حاسة. وخلي المصلية قدامك على طول عشان تبقي فاكرة ان انت تصلي على طول اول باول. اللهم صل على الحبيب، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام.
انا كده خلصت الاوضه، قلت بقى ايه اعمل حبه تظبيطات كده. الشقه الحمد لله كانت نظيفه، بس بحب انفض كده علشان التراب على طول بيبهدلنا بصراحه. على طول يعني اول باول خلي ايدك كده في التنفيض، علشان التراب بيجي على الانتريه، بيجي على الركنه، على الكراسي، اي حته تلاقي التراب بصراحه مبهدلنا كلنا اكيد. بس اهو ايدك فيها على طول اول باول هترتاحي من التراب ان شاء الله. خلصتي وعملتي قدامك المصحف، خليه قدامك علشان ربنا ينور قلوبنا بالقرآن ان شاء الله. اقري لك على قد ما تقدري كل يوم شوية، صدقيني هتحسي نفسك مرتاحة في دنيا تانية خالص. خلاص، وخلصنا بقى الكشري المصري، وبألف هنا وشفا، وتفضلوا معانا، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك. ربنا يجعلكم دايما في سعادة وراحة بال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.